السلام عليكم. أنا محمود، عندي 17 سنة، بدرس في مدرسة ويل التكنولوجيا التطبيقية. حبيت أشارككم واحد من المشاريع اللي اشتغلت عليها، وهو موقع لمحل موبايلات. المشروع ده معمول بالكامل باستخدام فرونت إند نيتف من غير رياكت ولا فريم ورك جي اس. الموقع بيعرض منتجات المحل بشكل منظم، وبيسهل على العميل إن هو يتصفح الموبايلات ويشوف التفاصيل بطريقة بسيطة وسريعة. بالنسبة للمشروع ده كان فرصة أطبق اللي اتعلمته في المدرسة واللي اتعلمته برا المدرسة برضك على مشروع حقيقي، واتعلمت منه حاجات كتير زي تنظيم الكود، تصميم واجهات الاحترافية، تحسين تجربة المستخدم. ودي مجرد بداية، وإن شاء الله اللي جاي يكون أقوى مع مشاريع أكبر، وأدخل في الباك إند نوت جيس إن شاء الله علشان أبني مواقع متكاملة فول ستاك. لو عجبك المشروع اكتب لي رأيك، ومستني أشوف تعليقات. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين